توكلت على الله. كتعرفي الناس اللي تيحاربوك، واش تقدري تقولي لنا سمي واحده منهم؟ كيحاربوني وانا كون كان شي حد قادر انه يحاربني ما تلقانيش في الساحه الفنيه نهائيا. كون كان نعتقدش انه شي حد تجرأ انه يحاربني، حيت الا عرفتو غنشرشم ليه المشاعر. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. هذا الشيء كان قبل. اما دابا جلالة الملك، انا دنيا باطمة اللي قدمت لك كل فروض الولاء والطاعة وحاصلة على وسام الشرف من جلالتكم. دابا هادو جلالة الملك بغاو يسجنوني يا جلالة الملك لانني كنبغي الملك ديالي وتاج على راسي. بغاو يسجنوني حيت غنيت على الصحراء المغربية. ايوا الصحراء مغربية وغادي تبقى مغربية، شاء من شاء وكره من كره. ايه ومن بعد مع فاصل بكائي الحسن ثم مع خاتمة بملامح كيبين لك المعدن ديال الشخصية اللي كتكلم معاكم. أما البداية فكانت عبارة عن عرض تمثيلي هزيل. فهذا كان مختصر الرسالة اللي وجهتها دنيا باطمة لجلالة الملك، اللي كتحاول تستعطف جلالة الملك أنه يوقف معها زعما بناء على هذاك الشيء اللي قالت في الأول، أنها كتناصر وكتحب الملك زعما بحال غبوحنا زعما، وأنها حاصلة على الوسام الملكي. والترموم وهذا ضاي حاصلين على الوسام الملكي، والتركي والو هاد البلان بلا ما تقعد تنزو على المغاربه به، وانها شرفت المغرب وهزت الرايه المغربيه. والشي الا مشيتي عند النيبه وامي نعيمه يقول لك راه كنشرفوا المغرب في المجال ديال صناعه المحتوى على اليوتيوب. راه اي منطح كيبزق في شي مجال تيقول لك كنشرف المغرب وكنهز الرايه المغربيه. راه ولا شي حاجه ولا شي. ثم عمر المغني او المؤدي اللي كيغني في امام السكيريه في الحانات الليليه، ثم يخرج في لايفات بكلام الزنقه ويهدد الزملاء ديالو في الميدان. فهذا عيب اصلا تعطيه وصف فنان، فما بالك انك تقول ليه شرف البلاد. راه ممكن الاخت تكون كتقصد انها شرفت المغرب في برنامج ارب ايدول. على حسب علمي ان الاخت وصلت للنهائي، يعني ما خداتش اللقب، وحتى لو خدات اللقب شله من بعد. الا راه سمعت قال لك راه عندها موهبه وصوت يا سلام. صراحه انا ما مأهلش انني ننتقدها فنيا لانني ماشي ولد الدومين، ولكن يكفي انك تتفرج في استجواب واحد لهذه الشخصيه تخليك تاخذ واحد الانطباع مزفت ان هذا الشخصيه الماثله امامكم مليئه بالحقد والكراهيه لكل ما هو ناجح او اللي كيحاول ينجح. حقد وغل غير مبرر. ضروري ما تلقاها كتلوح لهم ميساجات ورسائل مبطنه وتحاول تسيء ليهم، واحيانا تهددهم بان راه شاده عليهم دواسه مقيحين كيف ما شفنا في الاول. واش بصح شاده دواسه خايبين على الفنانات في الخليج؟ ماشي في الخليج، ماشي في الخليج، خليج ومغرب. ولكن ما كنبغيش، ما تربيتش على انه الله قال نسترو، حنا كنسترو على الناس. ما نقدرش انني ندخل في لي ديتاي، وهذا ما عندي دواسه نقيحين خليها ديك. يعني لازم هاد الفنانين هادو يديروا اتونسيون منها، وان هاد الاخت راه حاكمه لازون. بالنسبه للبلان ديال حاكمه لازون بصراحه ما بغاش تفهم ليا، لان هاد الاخت عايشه وهم النجوميه اللي حققتها بمشاكلها اللي كتفتعلهم في الوسط الفني، هي واختها وامها والتريكه حاشا العربي باطمه. اما تجي تدقق في المسيره الفنيه ديالها هي وتقول كيف ما تيقولوا اخواننا المصريين بلح، يعني ما كاين والو. ولا عمرها كانت عندها شي اغنيه دارت البوز او حققت ارقام كبيره وتسمعها في الشارع وتقول هذه الاغنيه ديال دنيا باطمه، مع انها محسوبه على المجال الفني لاكثر من 13 سنه، عكس زملائها اللي كاين اللي جا غير من وراها ودار مسيره فنيه محترمه. الحاصله خوتي فنانه متواضعه مثيره للمشاكل لغرض لفت الانتباه، والنتيجه ان العديد من التهم ملاحقينها منذ اكثر من 4 سنوات، وحسب اخر التقارير كتقول انها قريب تشرف عكاشه وتنال جزاءها. اما هذا الخطاب اللي وجهته لجلاله الملك فنبغي نقول لها انها لازم تمشي عند هذاك اللي كتب لها هذيك الورقه اللي كتقرا منها وتبزق عليه وتشد هذيك الورقه وانتم عارفين اشنو غدير به، لان اللغه باش مكتوب هذاك الخطاب والكلمات اللي استخدمت فيه قديم وبقى كاع كينفع. ثم راه كاع هذوك الفاسدين اللي نهبوا البلاد وسرقوا قوت العباد قبل ما يتسجنوا تجي تهضر معاهم يعطوك دروس في الوطنيه وحب الوطن.
والكلام المعسول على جلالة الملك والتبحليس الخاوي هما مرورا بالناصيري والبيعيوي واللائحة غادة تطول من السياسة للرياضة، وعلى ما تيبان أن هذه الحملة غادة تطول حتى المجال الفني. فعلى ما يبدو أننا على مشارف الدخول لمغرب جديد خالي من التبحليس واللحيس الخاوي. يلا تهلاو.